بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. ازيكم عاملين ايه؟ النهارده جايين نتكلم عن الاوردر اللي يودي صاحبه في داهية. الاوردر ده خاص بالكباتن اللي شغالين بالليل، وممكن يحصل في اي وقت بالنهار في الاماكن المجهولة والاماكن اللي متعرفش عنها حاجة والمحذوفة والكلام ده. الموقف ده حصل في 15 مايو اللي هي في وش حلوان او عند حلوان كده. الكابتن كان شغال من الناس اللي بتشتغل بالليل بعد الساعة 1 وبعد الساعة 2 بالليل وكده. فالكابتن جاله اوردر الساعة 3 بالليل من نص 15 مايو، بيقول لي حته كده هو كده، هو كان جنبها. فالمهم واحده بعتت له اوردر مكتوب تحتيه اطول من 60 دقيقه، بس هو ما خدش باله هو رايح فين. اول ما خد الاوردر لقى على طول حد اتواصل معاه في ساعتها: صباح الخير يا حسام. يعني ايه؟ هو كان اسمه حسام، فصباح الخير قال له صباح النور، انا رايحه بعد مرسى مطروح بحاجه بسيطه. فقال لها تمام، بكام؟ يعني الاوردر كان طالع لي بكام، عشان هو طبعا لما بيجي له مشوار طويل زي كده ما بيجيبلكش بكام. المشاوير مثلا اللي هي اكتوبر مش عارف ايه الحاجات دي، لو حد مسافر حته قريبه بيجي لك بكام في اوبر، لكن المشاوير اللي زي كده ما بيجيلكش بكام. انا جالي راجل كبير قبلك وكنسلته، انا سايباك انت عشان انت شاب، انت عاوز كام؟ يعني ايه؟ الراجل الكبير مش نافع، مش هيقدر يوصل لمطروح. المهم يعني الكابتن بيقول لها هو ظاهر لك كام؟ انا بس عشان معايا الشنط وواقفه لوحدي في الشارع انا ظاهر لي 2400 جنيه. فيعني ايه؟ بتفاوضوا ان هو يكون بره الابليكيشن. انت ظاهر لك حاجه تاني؟ تعالى وما تقلقش، هظبط ومش هتندم، يعني هظبطك ومش هتندم الفلوس اللي انت عاوزها. الكابتن رد بكل عفويه: ما بيظهرليش سعر، عشان الاوردرات دي ما بيظهرلوش فيها سعر الطويله دي. شكلك عسول. يعني بص، يعني الموضوع برضك مش راكب على بعضه. واحده بتتكلم وعشات واوبر شايفه الكلام ده وعادي مفيش اي مشكله، بس يا رب تطلع قدها وما تفرهدش مني في الطريق. ولو كده انا معايا الشاليه فاضي النهارده، لو كده بات معايا وارجع الصبح. يا سلام، ايه رايك؟ حسنا لقد فهمت. يعني هو بيرد عليها الرد المكتوب عنده اللي هو متسجل وخلاص. يعني موافق ولا هتكسف؟ المهم راح الراجل يعني حسنا لقد فهمت، كل ما تبعت له حاجه يقول لك حسنا لقد فهمت. يعني موافق ولا هتتكسف وكده؟ ما ردتش يا حسام. جاي في الطريق ولما اجي نتكلم مستنياك ماشي. شبرا الخيمه عامله ايه اليومين دول؟ انا اخر مره كنت هتحبس اداب هناك مش عارف ايه، بتسلم عليكي وكده. الراجل قلب معاها في الكلام: تسلم عيونك وانت عامل ايه من تحت ومش عارف ايه والكلام الفاضي ده. فالمهم ما علينا، الكابتن مع الكلام ده قلق بصراحه. كويس ان هو قلق، يعني اي حد حتى لو هو نازل يدور على حاجه شمال، يعني لو حتى ده اوردر فعلا واحده وبتبعت لك عشان انت تروح لها وتوديها الحته اللي هي عاوزها وكده، مش هتتكلم بالطريقه دي. او حتى لو عاوزه تقنعك هتتصل بيك تليفوني وهتقول لك اللي هي عاوزاه وهتدلع عليك والكلام ده. وطبعا في اغلب الاحيان الحمد لله الكباتن بيكنسلوا الاوردرات دي ويخلعوا. الكابتن ده برضك كنسل وخلع، قال لي الموضوع مريب وبتتكلم في الشات بطريقه بجحه قوي. وده 100% يعني انطباعي وانطباع الكابتن ان ده واحد كلب، يعني واحد نصاب حرامي حاجه زي كده، حد مستنيه عاوز يخطفه او يخطف العربيه عاوز يقلبه. الموضوع ده فيه حوار يعني. فاحنا حبينا نعرض الكلام ده ان الموضوع ده انتشر اليومين دول، النصب وده عاوز بقى ايه يعمل فيها واحد ست. الكلام ده كنا بنشوفه زمان اول ما طلع الفيسبوك. كان مثلا حد يبعت لك اد على الفيسبوك ويحط صوره بنت ويجرك عشان مش عارف ياخد منك شحن والكلام ده. دلوقتي بقى بيعملوه مع الكباتن. يعني خلاص الحيل كلها فشلت، بقت الحيل شغاله على الناس اللي شغاله في مجال النقل الذكي والكباتن وكده. فالحمد لله الكابتن يعني ايه حس بقلق وقرب من الاوردر ده وراح لغيه، مع انه ما شافش حد في الشارع وكده، راح لاغي الاوردر وراح خلع على طول. عشان الاوردرات دي فيها مشكله، فيها حاجه غلط، الموضوع فيه حاجه غلط. اقول لك على حاجه: طلعت واحده فعلا وواحده شمال بنت لذينه، افرض معاها مخدرات معاها زفت، هي عاوزه تستدرجك هناك عشان تسحب الفلوس اللي معاك، عاوزه توصلها بدون فلوس وتدلع عليك شويه الكلام ده. فالحاجات دي يعني مفقوسه شويه. فحاول، يعني في ناس بتبقى على نياتها، او واحد عشمان ان واحده تحبه ولا الكلام ده فيقول لك اجري وكده، بس ده بياخد على عينيه في الاخر. فما علينا، انت راجل نازل تاكل عيش او نازل على رزقك، فما تحاولش تمشي في الشمال عشان خاطر انت ماشي على هوا وماشي على طريق، فالشمال ده اخرته زي الزفت. فانا بس حبيت اعرض الفيديو يعني ايه من سبيل ان احنا بنحاول ننبه الناس، عشان في ناس فاهمه الكلام ده كويس وحافظاه ومش فارق معاها الفيديو اساسا. بس في ناس على نيتها ومش فاهمه حاجه وبيجري بره ورا مظاهر وورا مش عارف دي واحده ده هتعمل ده هتسوي ده مش عارف هعمل ايه،
والكلام الفاضي ده، فسلمها لله وخلي بالك، عشان ده مفيش حد بيدي حد حاجه ببلاش، واحنا في ايام ما يعلم بها الا ربنا. والموضوع 90% ان هو واحد او كام واحد كده شمال بيحاولوا يستدرجوا الكابتن عشان يعملوا معاه الغلط، او عشان ياخدوا منه العربيه، اي حاجه بخصوص ان هو الحته اللي هو كان فيها حته بيقول لي هو خالص، يعني هي مايو فيها سكن وفيها ناس وكده، بس فيها حتت بالليل بتبقى هو، والاوردر بعد الساعه 3 بالليل، اللي رايح وبعد ما تروح، يعني مش مطروح نفسها، ده بعد ما تروح، يعني في الصحراء بين مطروح وبين السلوم، يعني انت روحه بلا رجعه، لو وصلت هناك انت اساسا مش هترجع. فما علينا، احنا بس بنحاول ننبه الناس، واي حد عنده برضك مشكله او اي حاجه يبعتها لنا، وباذن الله نعرضها للناس. واهم حاجه لو عجبك الفيديو اشترك في القناه وفعل زر الجرس يوصلك مننا كل جديد، وما تنساش الاشتراك في جروب التليجرام، هسيب لك اللينك تحت الفيديو. وقبل ما تقفل الفيديو صلي على النبي، واشوفكم الفيديو الجاي ان شاء الله.